السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي. انا ياسمين، والنهارده يوم جديد وفيديو جديد. زي ما انتم شايفين معايا كده، انا بدأت يومي بتنظيف الغرفة بتاعه المعيشة. عايزه اقول لكم البنات عندي نزلوا المدرسة، ولقيت الأوضة عندي الارض مش نظيفة خالص، فقلت كده اشفطها بالمكنسة على السريع زي ما انتم شايفين. وطبعا بقى شلت الحاجة بتاعه الفطار ومسحت الطبلية بتاعتي وحطيتها كده في الركن بتاعها. وزي ما انتم شايفين معايا كده مفيش اي حاجه طبعا في الاوضه عايزه تتعمل، الدنيا متروقه وزي الفل. البلالين دي عايزه اقول لكم يا جماعه ان البلالين دي من العيد والبنات بيلعبوا بيها، وبسم الله ما شاء الله لسه يعني ما باظتش ولا اي حاجه، فزي ما هي كده كل شويه البنات جايبينها لي كده في الارض، طبعا خيلاني في الراحه والجايه، بس شكلهم لطيف يعني. ما علينا. طبعا زي ما انتم شايفين معايا كده انا كنست الاوضه كلها، وطبعا عندي الكنبه زي الفل ومرتباها وشاده الكفر اللي عليها كويس جدا. وزي ما انتم شايفين معايا كده اكون خلصت الاوضه، طفيت النور ودخلت بقى على المطبخ. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا كنت عايزه اعمل فطار وكوبايه شاي كده عشان اصحصح. جيت ابص لقيت ان انا مفيش عندي شاي، فقلت لا بقى ايه، الحمد لله ان انا زي ما انتم عارفين ان انا قبل الحاجه ما تخلص من عندي بكون طالبه غيرها من زوجي. ربنا يا رب ايه يخليه ويديمه نعمه في حياتنا. فزي ما انتم شايفين كده فتحت باكل شاي وبدات بقى ان انا اعبيه بالشكل ده كده، واعمل بقى كوبايه شاي وسندوتش كده على السريع عشان افطر. زي ما انتم شايفين معايا كده. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا اليومين دول اتعودت شويه على شرب الشاي. انا ما كنتش بشرب شاي خالص يا جماعه، قبل كده كنت بشرب شاي بلبن. عمري ما شربت شاي او قهوه. اليومين دول بقيت احب ان انا اعمل سندوتش وكوبايه شاي. مش عارفه ليه، يعني الواحد بدأ ان هو ايه النظام بتاعه يتغير. طبعا بعد بقى ما عملت كده كوبايه الشاي وفطرت السندوتش بتاعي، كنت طالبه من زوجي ان هو يجيب لي بتنجان زي ما انتم شايفين كده. انا هعمل النهارده يا جماعه بتنجان بالثوم والفلفل الاخضر، يعني بتنجان مملح كده، احنا بنسميه عندنا بتنجان مملح. طبعا الناس بتوع القاهره وكده بيعملوه بتنجان مقلي مدحرج كده في الزيت بالتومه. لا احنا يا جماعه بنسلقه. في دمياط البتنجان ده بيتسلق وبيتوم عادي خالص مش بيتقلى. فانا اول حاجه عملتها كده زي ما انتم شايفين، بدات ان انا اجيب عندي حله كده هسلق فيها البتنجان. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان انتوا لو ما بتحبوش السلق في الالمونيا، طبعا كلنا عارفين ان احنا لما بنسلق اي حاجه في الحلل الالمونيا لونها بيتغير. فانا عايزه اقول لكم ان انا بحب ان انا ادعك الالمونيا بتاعتي، فمفيش عندي مشكله خالص. بسلق في ألمونيا عادي خالص، وببدأ ان انا اغسلها كويس جدا بسلك المواعين، بترجع زي الفل. فزي ما انتم شايفين معايا كده بدأت اول حاجة ان انا ايه انضف البتنجان بتاعي، اشيل كده ايه زي ما انتم شايفين الجزء اللي فوق ده كده. بشيله كده بايدي طبعا بكل سهولة. وهبدأ بقى ان انا ايه اضيف عليه مية واسلقه. فزي ما انتم شايفين معايا انا ايه جايبة يعني كمية بتنجان قليلة مش كتير. وهنحتاج لها طبعا ايه فلفل اخضر. فانا الراجل اللي زوجي اشترى منه يعني حاطط لي فلفل اخضر، وحاطط لي قرنين شطه. فانا ما بستخدمش الشطه صراحه، لان يعني بتكون حراقه جدا، واحنا ما بنحبش الشطه الخضره دي في الاكل خالص، يعني ولادي طبعا ما بيحبوش الحاجه الحراقه. وفي نفس الوقت انا ما باكلش يعني الشطه الحراقه قوي يعني. ممكن احط شطه خفيفه جدا اللي هي بتاعتنا الحمراء العاديه دي في الاكل، ما بتأثرش. انما الشطة دي طبعا بتبقى حراقة جدا يا جماعة، وبصراحة انا ما بحبهاش خالص، لا انا ولا زوجي ولا ولادي. فزي ما انتم شايفين كده انا هاخد بس الفلفل الاخضر. فطبعا قشرت بقى كل البتنجان عندي بالشكل ده، هبدأ بقى اغسله تحت الحنفية، اغسله غسلة كويسة جدا، وابدأ بقى ان انا احط عليه مية واسلقه على النار. طبعا يا جماعة ما بياخدش على النار كتير، يا دوب بس كده ايه يتسلق ولونه يغير. ببدأ بقى ايه ان انا ارفعه من على النار، وابدأ ان انا ايه اتومه. فزي ما انتم شايفين معايا كده حطيت بقى ايه ميه، غطيته بالميه بالشكل ده كده، واحط عليه شويه ملح صغيرين جدا يعني. وهسيبه بقى يتسلق على النار، اخد معايا تقريبا يعني 10 دقايق ربع ساعه بالكتير. طبعا انا سبته على النار لغايه ما جهزت عندي ايه التوم. فطبعا انا عندي توم زي ما انتوا عارفين، التوم اللي هو الجديد اللي احنا لسه شاريينه. حبيت ان انا اتومه بالتوم الجديد يا جماعة عشان يبقى ريحة وطعم كده ايه. لان بصراحة انا نفسي فيه جدا. فهبدأ بقى ان انا اقشر توم. عايزة اقول لكم ان انا وانا بقشر التوم الجديد ده
اول مرة في حياتي اجي اقشر توم واتضايق كده، يعني مش عارفة ليه. التوم فيه قشرة كده يا جماعة بتزحلق يعني. كل ما اجي اقشر التومة الاقيها ايه تتزحلق من ايدي كده وتجري. فانا اتضايقت جدا يعني. بس تعالوا قبل ما نقشر التوم، ولعت بقى عندي هنا على الرز. طبعا احنا النهارده هناكل سمك مشوي يا جماعه. النهارده الخميس، وطلبت من زوجي كده ان هو يجيب لي سمك مشوي اللي هو الشبار الصغير ده. بصراحه نفسي فيه مع البتنجان المملح، فهو طبعا مشكورا ربنا يا رب يخليه لنا. طبعا ما يعني ما اخرش خالص، ولا صبر ولا اي حاجه. لقيته يعني قال لي خلاص انا ايه هجيب النهارده الشبار وهجيب لك البتنجان هقلب عليه الدنيا، ونتغدى النهارده سمك وبتنجان مملح. طبعا بالنسبه للبنات عندي مش هياكلوا بتنجان ولا هياكلوا سمك، فعملت لهم رز وبيض وبطاطس. طبعا انا كده كده هطبخ الرز الابيض، فعملت لهم ايه بيض وبطاطس زي ما انتوا شايفين معايا كده. طبعا في البداية انا سبت الحلة ايه على النار تنشف، لان طبعا كان فيها مية كده، فسبتها على النار شوية كده تنشف. وبعد كده بدأت ان انا بقى ايه هحط الزيت عندي وابدأ ان انا احمص الشعرية. فزي ما انتوا شايفين معايا كده بدأت طبعا نزلت بالزيت، وهبدأ بقى ان انا اضيف الشعرية وهحمص بقى الشعرية بتاعتي. وكنت كمان جبت عندي الرز. طبعا انا عارفة يا جماعة معيار الرز اللي انا بطبخه، فحطيت كده الرز عندي بدأت ان انا اغسله تحت الحنفية، وسبته بقى ايه هديت عليه المية كده عم احمص الشعرية. وانا بحمص الشعريه حابه ان انا احكي لكم على موقف كده حصل معايا النهارده يعني. سبحان الله حاجه غريبه جدا. بصوا يا جماعه انا امبارح نمت زي الفل، صحتي كانت كويسه جدا، نايمه، مفيش فيا اي حاجه خالص. صحيت الصبح سمعت اذان الفجر، فقمت علشان عايزه اصلي صلاه الفجر. عايزه اقول لكم ان انا جيت اقوم من على السرير، لقيت عندي الم فظيع جدا جدا. فين بقى يا جماعة؟ عارفين الدراع اليمين، آم، جنب الكتف كده، جالي ألم شديد جدا. حسيت ان انا روحي بتتسحب، كل ما اجي اخد نفس مش عارفة اخد نفس خالص، ارجع اكتم نفسي تاني. الألم جايلي من عند كتفي اليمين، من قدام ومن ورا، من عند ظهري كده. فبقيت مش عارفة اقوم، مش عارفة اخد نفس، مش عارفة ان انا اتحرك. حاولت طبعا ان انا يعني بكل الطرق ان انا احاول ان انا اقوم وكده، لقيت الم شديد جدا جدا، كنتش عارفة اخد نفسي ابدا. فعما بقى طبعا صحيت زوجي وقلت له يصحى انا مش قادرة اخد نفسي وكده. فضلت تقريبا يا جماعة ساعة على السرير، وانا بتألم وانا مش عارفة اخد نفس وانا مش عارفة ايه اللي بيحصل لي اصلا. بدأت ان انا اقول يا رب في ايه انا مش عارفة. فانا لغاية دلوقتي مش عارفة ايه ده خالص. حاولت ان انا اقوم، حاولت ان انا اشرب مية، حاولت ان انا اشوف يعني ايه ده يا جماعة. بصراحة انا شكيت يكون عندي حاجة. انا بسمع دايما عن ذبحات صدرية وجلطات ومش عارفة ايه. انا للحظة شكيت ان انا ممكن يكون جالي حاجة من الحاجات دي لا قدر الله يعني. فانا لغايه دلوقتي وانا عندي الم، بس خف عن الاول. عندي الم كل ما اجي اخد نفسي بتألم. الالم جاي كمان من عند ظهري من ورا، فمش عارفه ايه ده بصراحه. انا طبعا هروح اكشف لان انا مش عارفه ايه ده. يعني زوجي يقول لي ده برد. حماتي لما طبعا عرفت لقيتها طلعت لي وقالت لي ده برد. فالحقيقه انا مش عارفه ده ايه ده بالظبط يعني خالص. انا ما تعرضتش لتيار هوا، ما دخلتش البلكونه، مفيش اي حاجه. ممكن يكون انا مثلا نمت متضايقه او كده، الله اعلى واعلم. انا بصراحه يعني دايما دايما الناس كلها مش انا بس، احنا كلنا بشر. ممكن انام في حاجة في فكري، ممكن انام زعلانة من موقف ما، ممكن اكون زعلانة من ولادي، ممكن اكون زعلانة من زوجة. يعني بيحصل حاجات كتير قوي في اليوم عموما يعني. فممكن اكون زعلت مثلا وانا مش اخده بالي، مع ان انا والله نايمة يعني كويسة جدا، ما كانش فيا حاجة خالص، كنتش بفكر في حاجة، ما كانش في موقف معين مضايقني ولا اي حاجة. مش عارفة ايه اللي حصل ده بصراحة. لو حد حصل معاه موقف زي ده يا جماعة يا ريت يقول لي، لان انا لغاية دلوقتي مش عارفة كان فيا ايه بصراحة.
فزي ما انتوا شفتوا معايا كده، طبعا انا كنت خلاص ولعت على الرز وحطيت الميه والملح وسبته بقى يتشرب، وجيت هنا ان انا ايه افصص التوم. عايزه اقول لكم ان انا بدات بقى ان انا افصص التوم، جبت بقى الهون بتاع زمان دوت، وبدات بقى ان انا افصص التوم بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم ان بصراحه وترني، يعني وترني ونرفزني. ليه بقى؟ التوم جديد والقشره قاعده تزفلط كده وتزحلق، فكانت بصراحه مستفزه قوي. بس على مين؟ انا فضلت وراها لغايه لما فصصت كل راس التوم بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا بحب جدا ان انا افصص التوم بالسكينه يا جماعه الصغيره، امسك كده السكينه وابدا بقى ان انا ايه اشيل راس التوم من فوق كده. بلاقي طبعا القشره عندي ايه بكل سهوله زي ما انتم شايفين كده. طبعا يا جماعه احنا لسه هنقشر التوم مع بعض، انا كل يوم اقول بكره هبدا ان انا اقشر التوم عشان نفرزه، بكره لغايه بكره ما يجي بكره، وهكذا. طبعا زي ما انتم شايفين معايا بقى ايه، خلصت بقى كل راس التوم، خلاص هانت اهي، ما عادش غير حاجات بسيطه. وهبدا بقى ان انا ادق التوم بتاعي واضيف معاه ايه الفلفل الاخضر. طبعا انا عندي فلفلايه خضراء واحده كفايه جدا على على راس التوم اللي انا عاملاها دي. عايزه اقول لكم كمان ان انا ما خدتش راس التوم كلها، لا ده انا شلت منها شويه وتومت بالباقي، لان صراحه لقيتها كتير جدا يعني على كميه البتنجان اللي عندي. فطبعا كل ده يا جماعة انا ولعت على الرز وبقشر في التوم، وكل ده البتنجان على النار. فزي ما انتم شايفين معايا خلاص كده انا قربت بقى ايه ان انا اخلص التوم بالشكل ده كده. خلاص خلصت التوم زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وكله حطيته في الهون. وهجيب بقى قرن الفلفل بتاعي، ابدا بقى ان انا اقطعه، يعني اقطعه كده بالسكينه زي ما انا عايزه اقطعه شرايح، عايزه اقطعه مكعبات صغيره، عايزه احطه كده اقسمه نصين واحطه زي ما هو، زي ما تحبوا بالطريقه اللي تعجبكم. انا بصراحه بفضل ان انا اقطعه علشان يكون سهل عليا في الدق كده وانا بدق. ما ياخدش معايا ايه وقت جامد، لان انا لو حطيت قرن الفلفل مثلا على قطعتين كده او حاجه، هفضل بقى ادق كتير لغايه ما ايه ما يتهرس خالص. فزي ما انتم شايفين معايا كده، انا طبعا في بقى شويه فلفل كده وقعوا على الرخامه، طبعا شلتهم، انا الرخامه عندي ممسوحه وزي الفل يا جماعه. فحطيتهم كده في الهون تاني، وهبدا بقى ان انا احط شويه ملح علشان يسهلوا لي الدق، يعني وانا بدق كده الثوم والفلفل يتدق معايا بسهوله ويبقى يا جماعه مهروس خالص. طبعا انا كان ممكن اعمل الخطوه دي في الكبه طبعا الصغيره بتاعتي، بس انا ما حبيتش، حبيت كده ان انا بقى ايه اعمله في الهون زي ايام زمان، زي ايام جدتها الله يرحمها وايام ماما. ما كانش فيه زمان يا جماعه الكبه والكلام ده ولا الحاجات التكنولوجيا الجديده دي، كان بالهون على طول. فزي ما انتم شايفين كده انا دقيت بقى التوم بتاعي والفلفل، واخدت منه شويه كده عنتهم في الفريزر. وبدأت بقى ان انا ازود شوية خل، وهحط كمان ليمون زي ما انتم شايفين معايا كده. طبعا البتنجان المملح اللي احنا نعمله ده بيحب الخل والليمون الكتير. فزي ما انتم شايفين معايا هضيف بقى عندي الليمون، هقطع الليمون بتاعي واعصره على الثوم والفلفل. وكان خلاص البتنجان بتاعي اتسلق زي ما انتم شايفين كده يا جماعة. بصوا انا مش عايزاه يا جماعة مهري، انا عايزاه مسلوق بالشكل ده كده، يعني مسلوق وماسك نفسه. بدأت بقى ان انا اطلعه من المية كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين، وهبدأ بقى ان انا ايه اتومه. طبعا انا كنت مستعجلة عايزة بقى اتوم البتنجان بتاعي عشان يلحق ياخد ايه من طعم التوم كده، فما استنيتش خالص يا جماعة، بدأت ان انا اعمل البتنجان بتاعي وهو سخن. عايزة اقول لكم ان انا يعني ايه، يعني من كتر ما هو سخن جدا ما كنتش عارفة امسك البتنجان خالص. فزي ما انتم شايفين معايا بدأت بقى ان انا اشيل مية البتنجان على جنب، هنحتاجها هقول لكم دلوقتي هنعمل يعني منها ايه. فزي ما انتم شايفين معايا كده طبعا التوم عندي جاهز بالخل والليمون، والبتنجان سخن زي ما انتم شايفينه بالشكل ده كده. مفيش مشكله خالص، هبدا يعني بسرعه جدا ان انا ايه يا جماعه ان انا اشيل الراس بتاعته من فوق. طبعا هو كان سخن ما كنتش عارفه امسكه، بس حاولت على قد ما اقدر ان انا احاول ان انا امسكه علشان عايزه اخلص يعني. طبعا بالنسبه لكم انتوا سيبوه لما يبرد يا جماعه خالص يعني. انا عايزه اقول لكم طبعا ان انا زوجي جاب لي البتنجان يعني اصلا متاخر، كنا الساعه تقريبا 2، فانا عايزه اسلقه وعايزه اتومه وعايزه اعمل الرز، وعايزه طبعا املح السمك علشان ايه هو هيتغدى عايز يتغدى. فكل ده لازم اخلص على الساعه 2:30 3 الا ربع بالكتير. فزي ما انتم شايفين معايا كنت يعني بجري كده بايدي واسناني. بدأت بقى ان انا اشيل زي ما انتم شايفين كده الراس بتاعه البتنجان بكل سهولة، ان انا اقطعها كده بالشكل ده.
وهبدأ بقى ايه ان انا افتح البتنجان عندي. طبعا انا عايزة اشيل كل الروس اللي انتوا شايفينها دي كده، علشان هفتح البتنجان عندي واتومه بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. طبعا عايزه اقول لكم ان انا يا جماعه ايه، انا كمان اتكيت عليه في السلق شويه، لانه بصراحه بحبه طري. يعني مش بحب البتنجان ايه يكون جامد شويه، لا انا بحب البتنجانه تكون يعني طريه كده شويه. فزي ما انتوا شايفين معايا كده بالشكل ده، بدات بقى ان انا افتح البتنجان. عايزه اقول لكم ان هو سخن جدا يا جماعه، بس انا بحاول على قد ما اقدر، بحاول يعني. عايزه اقول لكم ان انا كل ما امسكها بتلسع، كل ما امسكها بتلسع زي ما انتوا شايفين كده. بس مفيش مشكله خالص، احنا ستات بيوت وقدها وجامدين جدا ومفيش حاجه تعصلج معانا. طبعا زي ما انتوا شايفين كده هبدأ بقى ان انا اتوم البتنجان عندي. في الطبيعي لما بيكون البتنجان بارد بناخد التوم كده بايدينا ونبدأ ان احنا نتوم البتنجان. انا طبعا في الحالة دي عشان هو سخن جدا مولع، هبدأ بقى ان انا ايه اتوم بمعلقة. فجبت عندي معلقة صغيرة كده زي ما انتوا شايفين، ده تقلب التوم كده مع بعضه، مع الملح بقى، مع الخل، مع الليمون بالشكل ده. اقلبه كويس جدا وهتوم عندي البتنجان. طبعا بالنسبه للثوم يا جماعه حطي بقى الكميه اللي انت عايزاها. انا بصراحه مش بكتر الثوم يعني عشان ما يبقاش حامي قوي. بحط مثلا ايه يعني ربع معلقه كده من الثوم. بالنسبه بقى لليمون مع الخل، حطي بقى، حطي من الصوص اللي هو الليمون اللي نازل ده، حطي بقى مع الليمون مع الخل يعني زودي. ويا سلام بقى لو انت طبعا عندك كمان ليمون بزياده. انا الحقيقه ما كانش عندي غير اخر ليمونتين دول، فلو كان عندي ليمون كنت هاخد برضو ليمونة او اتنين اعصرهم بقى على البتنجان في الاخر خالص بعد ما اخلص. بس الحقيقة الليمون عندي كان خلص. فزي ما انتم شايفين معايا كده هبدأ بقى ان انا ايه اتوم كل البتنجان عندي بالشكل ده كده. وطبعا زي ما انتم شايفين معايا بطريقة سهلة وبسيطة جدا. عايزة اقول لكم يا جماعة ان البتنجان المملح ده تحفة تحفة يعني. احنا بناكله مع السمك، مع الرز والعدس بيبقى فظيع. مثلا مع الرز والفول اللي انا كنت عملته قبل كده في القناة، هو ورز البطاطس المدفونة. بصوا اي رز واي حاجة مع البتنجان المملح ده خطير يا جماعة. كلي منه بقى مع الرز والاكل الجميل ده، تاكلي لما تشبعي، ومهما تاكلي منه يفتح نفسك اكتر. فزي ما انتم شايفين كده بقى انا خلصت. هرش بس رشة خل كده بسيطة زي ما انتم شايفين. هسيبه بقى مع نفسه لغاية لما ملح السمك عندي واغرف الرز. طبعا ما بياخدش اي حاجة يا جماعة بالشكل ده زي ما انتم شايفين. فانا لقيت عندي ليمونة كده كانت تايهة في درج التلاجة، فجبتها بالشكل ده كده. قلت ايه هعصرها عليه. وبدأت بقى ان انا اغرف عندي الرز بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. غرفت بقى عندي الرز وملحت السمك طبعا بالطريقة السهلة جدا البسيطة بتاعتنا. شوية ملح على شوية كمون على شوية فلفل على شوية شطة، على شوية مية سخنة، وكده تمام جدا بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. غرفت بقى الرز وحطيت البتنجان والسمك، وده كده الغدا بتاعنا بتاع النهارده. بالنسبه لبناتي طبعا زي ما قلت لكم اتغدوا رز وبيض وبطاطس. وعايزه اقول لكم كمان ان انا البتنجان يا جماعه ده فاض منه وحطيته في علبه في التلاجة عشان ناوي اعمل رز وعدس مع البتنجان. بعد كده بقى شغلت طبعا على دورة غسيل هدوم المدرسة بتاعت البنات. طبعا البنات عندي بيرجعوا من المدرسة الساعة 12. اول ما جم من المدرسة اخدت الهدوم بتاعت المدرسة كلها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين، عشان طبعا هي لونها نبيتي. حطيت كده كل الدورة دي مع نفسها كده في الغسالة ونشرتهم. وطبعا على اخر النهار كانوا نشفوا عندي. انا عايزة اقول لكم ان انا لميت الغسيل ده تقريبا كده الساعة 5 اخر النهار، 5:30. كانت هوا. طبعا انا الغسالة عندي يا جماعة بتغسل وتعصر كويس جدا، يا دوب بس ان انا هوي الغسيل. وعايزه اقول لكم ان الجو كمان كان حلو جدا. طبعا الغسيل نشف معايا بسرعه. فهناخد بقى الغسيل بتاعنا وندخل الاوضه علشان نطبقه. زي ما انتم شايفين معايا كانت طبعا الدوره بتاعتي عباره عن كام ترنج كده وهدوم المدرسه، وطبعا كلهم احمرات وفوشيات بالشكل ده كده. هاخد بقى عندي الهدوم دي كده وابدا ان انا اطبقها زي ما انتم شايفين معايا. طبعا كلها ترنجات وحاجات بسيطه جدا. وانا بطبق الغسيل معاكم يا جماعه بقى عايزه احكي لكم على حاجه. بصوا يا جماعه انا غسلت ونشرت ولميت الهدوم بتاعتي وتمام جدا. جيت على بعد المغرب يعني تقريبا على زي الساعه كده ايه 6:30 7. بصوا لقيت الدنيا قلبت. يعني وانا بقفل البلكونه بتاعتي، انا طبعا ايه باجي بعد المغرب كده بقفل البلكونه بتاعتي، لقيت في شويه هوا كده والدنيا بردت. بدات اتصل بزوجي واقول له ايه الاخبار، انا حاسه كده إن في شويه هوا.
قال لي اه ده الدنيا بردت والجو هوا، نزليه الجاكيت بتاعي. طبعا هو كان لابس قميص عادي خالص بكم من اللي هو القمصان الصيفي ام كم دي. ما كانش يعني لابس بلوفرات ولا حاجه شتوي، خلاص بقى يعني الدنيا حررت فهو صيف يعني. فقال لي نزلي الجاكيت. فطبعا انا عندي ثبت في البيت يعني بنزله من الشباك، وهو الثبت الحقيقه للبيت كله عموما. فانا نزلت الثبت وحطيت له الجاكيت. عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا مجرد ما فتحت الشباك وحطيت الجاكيت وهنزله، لقيت هوا فظيع ولقيت الدنيا بردت، وزي ما يكون ايه في اول الشتاء كده. فعايزه اقول لكم احنا ما بقيناش عارفين هو ده صيف، خلاص الصيف دخل علينا ولا الشتاء. يعني البنات عندي عايزين يصيفوا وفي نفس الوقت الدنيا هوا. فانا بالنسبه لي انا كل سنه يا جماعه ما بصيفش البنات عندي غير في شهر 5. فانا دلوقتي في الجو اللي احنا فيه ده في تقلبات كده، شويه في شويه هوا، شويه في حر بالنهار. فانا قلت لهم بصوا مفيش صيف، يعني مش هنصيف هدومنا ولا تلبسوا نص كم ولا الكلام ده غير لما يجي شهر 5. فعايزه اقول لكم ان انا كل اللي عملته ان انا شلت لهم الفانلة الصوف. عارفين الفانلات الصوف اللي انا كنت نشرتها معاكم قبل كده في كذا مره في الفيديوهات. فانلة صوف كده هيكول، اللي هي الصوف دي التقيله دي اللي انا خفتها يا جماعه. طبعا الولاد عندي خدوا شاور وشالوا بس الفانلة الصوف ولابسين الغيارات بتاعتهم اللي من تحت. انا بلبسهم يا جماعه فانلات بنص كم داخليه، اللي هي الفانلات النص كم البيضه دي، وبلبسهم فانلات بكم اللي هي الفانلات اللي هي الملونه دي. طبعا انا ليه بقول الكلام ده يا جماعه؟ في ناس هتقولي انتي بتقولي يعني تتكلمي في حاجات مش عارفه ايه. بصوا بالنسبه لي انا بتكلم معاكم كأم. انا بحكي لكم لو واحده عندها اطفال تعمل ايه. دلوقتي ما ينفعش الطفل يلبس هدوم خفيفه في البرد، وما ينفعش في نفس الوقت نصيف له بدري. فاحنا مش هنصيف غير في اول 5. الطفل بقى يلبس اليومين دول ايه؟ يلبس فانيلا بنص كم، ويلبس فانيلا بكم، ويلبس ترنج عادي خالص قطيفة خفيفة كده، علشان الجو لسه برضو فيه سنة برد كده خفيفة. نبدأ بقى ان احنا مثلا كل اسبوع كل 10 ايام نخف الهدوم شوية، نشيل مثلا ايه، يعني ال10 ايام الجايين نبدأ نشيل فانلة اللي هي بكم. بعدها ب10 ايام نبدأ ان احنا نشيل الفانيلا النص كم، ونلبس بقى ايه اللي هي الفانيلات اللي هي القط او الاطقم اللي هي القط دي. ونبدأ بقى ان احنا ايه بعدها مثلا ب5 ايام ولا حاجة، خلاص هنكون دخلنا في شهر 5. نشيل بقى الترنجات اللي هي القطيفة الخفيفة، او البيجامات اللي هي بكم، اللي هي بتبقى الخريفي دي ما بين الصيف والشتاء، ونلبس بقى ايه البيجامات النص كم كده. يبقى احنا صيفنا واحده واحده بالتدريج عشان الاطفال ما تبردش. عايزه اقول لكم ان انا لما شلت لولادي الفانيلا اللي هي الصوف دي بداوا يعطسوا ويرشحوا. فعايزه اقول لكم ان مش بالسهل خالص يا جماعه تربيه الولاد، يعني ربنا يعيننا جميعا على ولادنا. فواحده واحده كده علشان الاطفال عندنا الجو ده جو تعب يا جماعه. وزي ما انتوا عارفين برد الصيف احد من السيف، طبعا كان مثل دايما كانت ماما تقولهولي. وربنا يا رب يحفظ لكم اولادكم جميعا ويحفظ اولادي ويبارك فيهم، امين يا رب العالمين. طبعا زي ما انتوا شايفين كده بعد بقى ما خلصت اليوم بتاعي خالص بالليل، البنات عندي حبوا ان هم يتعشوا فطير، من عشاق الفطير. انا بفكر يا جماعة ان انا يعني اقعدهم في محل فطير. عملت لهم العشاء بقى ايه النهارده؟ جبت الفطير المشلتت زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، وجبت عندي بيضتين حطيت عليهم جبنه رومي وموتزاريلا، وبدأت ان انا احطهم كده على وش الفطيرة بتاعتي ودخلتها الميكروويف، وسبتها بقى في الميكروويف دقيقة دقيقة ونص لغاية لما بدأ البيض عندي يستوي والجبنة تسيح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عملت لهم شاي بلبن زي ما انتوا شايفين كده، وعملت برضو طبعا ليا ولزوجي، وانا زوجي بيحب الشاي اكتر من اللبن، فالكوباية اللي فيها شاي تقيل ده بتاعت زوجي، وطبعا شيبسي والفطير السادة ده بتاع زوجي، هو بيحب الفطير الصغير ده كده يا جماعة بيكون ناشف عن الفطير التاني. طبعا ده نوع وده نوع، فاهميني ازاي؟ الفطير ده صغير كده وناشف شوية، ومن محل غير المحل بتاع الفطير المشلتت الكبير ده، فهو بيحب الفطير ده واحنا بنحب الفطير التاني اللي هو الطري الفلاحي ده.
وطبعا يا جماعة الأكل أذواق، فكل واحد ياكل اللي على مزاجه زي ما انتوا شايفين كده. ده كده العشاء بتاعنا بتاع النهاردة، وكده يكون يومنا خلص. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استمتعتوا واستفدتوا ولو بشيء بسيط. استنوني إن شاء الله بإذن الله في فيديو جديد ويوم جديد، وأشوفكم على خير ومع ألف سلامة.